ابدا بالخطبه وكمل معانا، هو يوضح. انا عارف اعمل ايه. وعليكم السلام. وعليكم السلام. القائد الموضوع ظبط انت وقت بينهم وابدا بالقائد. الوقت 3 دقائق. لا ما كنت 3 دقائق، دقيقة بدقيقة، دقيقة بدقيقة، سجال، دقيقة بدقيقة، ما كنت 3 دقائق. دقيقتين. دقيقة بدقيقة، احنا اتفقنا دقيقة بدقيقة وانتهى الموضوع، يعجبه يبقى وياي اهلا وسهلا، ما يعجبه الله وياه. طيب ماشي يا قائد. في خلافة علي بن ابي طالب الموضوع، تمام؟ في خلافة علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. تفضل. من يتكلم اول مرة، انت ام عقيل؟ لا انا راح اسال الان، انا راح اسال في دقيقتي وخلي يجاوب. طيب تفضل، معك دقيقة. أنا بينت أحبتي الكرام أن الخلافة الشرعية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منصب إلهي كما ورد في البخاري، وأطالب بالرد على هذا الحديث. ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. هذا الحديث في البخاري ثابت، يعني بعث الأنبياء واستخلاف الخليفة من الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين يوم الغدير بحديث صحيح مليح، قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت وليه فهذا وليه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وليه إذا أتت بضمير الغائب أتمنى أن يعرف المعنى، لا تأتي في القرآن الكريم إلا بمعنى ولي الأمر، يعني من لم يؤمن بولاية علي سلام الله عليه بعد أمر النبي في غدير خم إذن لا يؤمن بولاية النبي، وهذا الدليل قاطع وثابت. وانتهى وقتي ولكم المايك. طيب انتهى وقتك، تفضل شيخ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نقول بداية: اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزوجاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يا إخوان، هو قال في حديث صحيح البخاري ما استخلف الله، يعني حتى لغة عربية ماكو، هي ما استخلف، شال الواو، لأنه احنا متعودين دائما نعلمهم اللغة العربية ونعلمهم الدين. للأسف الشديد هذا ما يسمى للأسف أقول لك والله اسمعني، لا تظل تتفلسف لغة عربية وما لغة عربية. أولا صاحبك هرب، يعني الآن دقيقة اعلن هروب علي. أولا اعلن هروب علي، اعلن هروب علي أولا، اعلن هروب الأول. لا اعلنوا هروب الأول، اعلن هروب الأول حتى أبدأ وياك يا صاحب اللغة، وسآتيك باللغة وسترى من هو الذي يفهم اللغة. يا أستاذ بيبدأون بس بالتجاوز يا دكتور محمد. دول ما عندهم شيء، دول ما عندهم شيء يا دكتور محمد. دول حبيبي دكتور محمد، قدم لي بشر يحاور، الله يخليك. معلش حقك علي. ما يعرف اللغة وحذف الواو وحذف المدري منه على أساسه مسوي لي روحه علامة. محاورين الشيعة لما والله محاورين الشيعة، طفل الشيعة ما يستطيع أن يصمد أمامه. لا ما يصمد أمام كبيركم، ما يستطيع أن يصمد. محمد بن عبد الوهاب ما يصمد أمام طفل الشيعة. ماشي الشيعة. حقك علي. خلاص يا قائد، اهدى. دقيقة. انت معك القائد، يعني القائد اروع محاور في الدنيا. طيب وانا استاذ محمد انا ما عندي مانع، انت عارف أنا ما عندي مانع. اول ما بدا هذا اللي اسمه قائد، اول ما بدا بالتسقيط، انت جاوب على اسئلتي. اذا بيك حظ جاوب على اسئلتي. يلا جاوب يا استاذ قاطع على طول. مش يا الشيخ يا استاذ دكتور محمد، احنا معنا ناس ومن حقهم يفهموا. الرجل نقل حديث ما استخلف، هي ما استخلف. انا قلت هو لا يقرأ اللغة العربية، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ذهب إلى حديث الغدير. هو ذهب إلى حديث الغدير، إخواننا، ذهب إلى حديث الغدير ونسي أن علماء قالوا أنه ضرب من الضروب المخفية، ولا يجوز الاستدلال على الإمامة بنص خفي. هذه طفر عنها. رقم 3، أنا الآن أريد منه أن يقرأ الحديث من صحيح البخاري، يخرج على الكاميرا ويقرأ كما هو ورد بالبخاري، ما يتألف من عنده. رقم 4، هو قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. الآن كلمة مولاه ماذا تعني؟ حتى أنا أجيبك الآن، يصير سجال بيني وبينك. النقطة الخامسة، سؤالي أنا مقدم للأستاذ عقيل العراقي: ما هي الشروط التي وضعوها علماء الشيعة لمعرفة النص على الإمامة؟ تفضل، باقي الوقت إلك. لا ماكو باقي وقت لي، خلص وقتك. انت ماخذ اكثر من دقيقتين لعلمك. ماكو. لا وقفت الوقت شيخ عقيل. لا جاء مني بالوقت شيخ عقيل. عندما يكون المقاطعة يعاد الوقت من جديد، تمام؟ اي على اي حال. اولا احبتي الكرام،
أولا من الذي قال أن هذا ضرب من ضروب النص الخفي؟ ليطلع لي العالم الذي قال هذا القول ليس للشريف المرتضى، بل هذا القول للقاضي عياض الذي يرد عليه الشريف المرتضى، وأتحداك أن تثبت هذا القول. هذا أولا. اثنين أنا عندما نقلت حديث من البخاري، تفضل هسه الآن أنت صححت اللغة يا صاحب اللغة، بين لي المعنى. هل الخليفة من الله سبحانه وتعالى أو أن البشر ينصبوا إذا كان البشر رد لي. بعدين أنا قلت من كنت وليه، لماذا تهربون من الموضوع؟ قلت من كنت وليه فهذا وليه، وهذا القرآن أمامكم، وأتحداكم أن تأتوا بلفظة وليه من القرآن. وليه إذا أتى بضمير الغائب يعني غير ولي الأمر. وما أريد بقية وقتي، اثبت لي ما تدعي. تفضل. خلص. تفضل طيب. شيخ محمود. بداية أستاذ علي، كونك أنت منسق للمناظرة، أتمنى أنه يجيبني على السؤال اللي أنا طرحته. قلت ما هي الشروط التي وضعوها علماء الشيعة لمعرفة النص على الإمامة؟ هذا سؤالي وأنا أجاوب على كل أسئلته. طيب ما استخلف طيب أجيب ورقة وأسجل ثواني علي. تفضل تكمل. يلا. قال هو ما استخلف، هل هذه الاستخلاف يكون فقط من الله أم يكون من الناس؟ أنا أقول له ما استخلف في الأرض كان عبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأشخاص الذين عينوه مثل السيد السيستاني، فهو لا يكون هذا استخلافه في الأرض، لا يكون من عند الله قطعا يا أستاذ عقيل. هل السيستاني تستطيع أن تقول لي من عند الله؟ لا، لكن هو استخلف في الأرض. طيب النقطة الثالثة والأهم يا إخواني الأعزاء، هو تكلم من كنت وليه. وين الحديث هذا من كنت وليه فعلي وليه؟ هذا أنا أول مرة أسمع. ممكن تعطينا رقم الجزء والصفحة من وين قرأته؟ رقم 3 هو تكلم عن الشريف الرضي. أستاذي العزيز أنا ما تكلمت عن الشريف الرضي، أنت أستاذي للأسف أنت حافظ ليس بفاهم. أنا تكلمت عن ابن المطهر الحلي. ممكن تجيبني على ابن المطهر الحلي أستاذي أنه ضرب من الضروب الخفية؟ تفضل باقي الوقت إلك. سمعتوا الآن أحبتي الكرام يقول أن عقيل العراقي قرأ خطأ من صحيح البخاري على أساس العلامة الزمخشري أمامي. أنا ماذا قرأت؟ أنا قرأت ما بعث الله من نبي ولا استخلفه. أنا ما قلت ولا استخلفه. ارجع إلى البخاري سترى أن عقيل العراقي قرأ صح، وأنت لا تفهم ولا تعرف البخاري ولا تقرأ البخاري. هذا أولا. علق لي على هذا الحديث. ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة ما له علاقة بالباقي. حديث رقم 7198 باب بطانة الإمام وأهل مشورته. يا صاحب اللغة، يا من تفهم اللغة، في البخاري مكتوب ولا استخلفه، ولا استخلفه، مو ولا استخلفه. انت وينك وين اللغة؟ وين تعرف اللغة؟ والله إذا تعرف اللغة الآن من القرآن أثبت لك لا يجوز الرجوع بعد النبي إلا لعلي بن أبي طالب. لكن مع من أتكلم؟ أتكلم مع اللسان الذي لا يعرف اللغة. أتكلم مع شخص ما يفقه في اللغة شيء ويكذب على البخاري، وأنا صدقت في نقلي من البخاري. نعم، وأنا صدقت في نقلي من البخاري. بس يا أستاذ عقيل، هذه أمامي الآن. وقتك يا عقيل. نعم. طيب هذا كتاب صحيح البخاري. إذا أنت أخرجت أستاذ عقيل الحديث اللي أنت ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان في نفس اللفظ من صحيح البخاري أمام الناس، أنا أتشيع. تمام. تفضل هسه طلع لك إياه من البخاري. هسه طلع لك إياه يا شيخ عقيل. لا يجوز في وقته التدخل. راح أعيد لك الوقت شيخ محمود. تفضل. طيب هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ظلمك اللي بيعطيك قصائص وملصقات. أنا ما بحب أشخصن الحوار يا أستاذ عقيل، فلا تشخصن الحوار. أين جوابي على ما هي الشروط التي وضعوها علماء الشيعة لمعرفة النص على الإمام؟ أكلت السؤال، ذهبت عنه، صح؟ طيب هذا الحديث اللي موجود في صحيح البخاري يا أخوان، راح نطلعه من مكتبة الدرر السنية. اقرأوا بالله يا أخوان، عشان هو يبدو إنه الأخ ما يعرف يقرأ. إيش هاي، همزة ولا ضمة؟ هاي هذه ضمة. ما استخلف. تمام. ما استخلف. نعم. صحيح البخاري. فأتمنى أنك تلبس نظارات يا أستاذ. طلع من البخاري، استخرجه من البخاري، استخرجه من البخاري. عيب، لا تروح للدرر السنية. عيب، ولك عيب، عيب. استخرجه من البخاري. أتحداك والله أتحداك. طلع من البخاري، يروح للدرر السنية.
الدين استخرج من البخاري يا رجل. استخرج عندك كتاب البخاري. والله أرد أفضحك، إلا أفضحك اليوم، إلا أفضحك والله. دكتور محمد تفضل. دكتور محمد رجاء عدم التجاوز على وقت الآخر. الله يحفظك. يعني هذا مرتين تتجاوز على أستاذ وقته. عقيل. أستاذ عقيل أستاذ محمد خلي يطلع من البخاري، عيب، لا يضحك على الناس. طيب. هو استخرج كتاب البخاري ليستخرج كتاب البخاري. أنا أتحداه وأعتبر متنازل. خلي يطلع لي حديث. اسمعني واللي يسمعون كل الناس. خلي يسمعون كل الناس. حديث رقم 7198 أتحداه إن كان في البخاري ولا استخلف. أتحداه والله أتحداك. افتح البخاري، افتح البخاري. لا الآن صار الموضوع بيني وبينك البخاري. صار الموضوع بيني وبينك البخاري. أتحداك استخرج البخاري. كن رجل واستخرج البخاري. لا بدون تجاوز. كن رجل استخرج لي الكتاب. استخرج كتاب البخاري. طلع رقم الحديث كم؟ ماشي يا استاذ عقيل. صار ضغط السكر، حيموت. انت راجل كبير يعني محترم وليك قدر وضعك. بلاش تطيح عليه. انت علامه يعني. انت علامه يا استاذ. علامه مين يا رجل؟ عربي مش عارف يقرا. طيب اسمعوني، خلينا نطلع الحديث امام الناس. لحظه يا اخوان، لحظه. طلع الحديث امام الناس. لحظه. للمعلومة دكتور محمد، أي تجاوز يصير على الوقت راح ينعاد الوقت من جديد من طرفين، من الشيخ محمود. وقف الوقت، طلع له الحديث. وقف الوقت. لا موقف الوقت الشيخ محمود. وقف الوقت عشان نبين الحديث. هذا كتاب ماذا يا بخاري؟ صحيح البخاري. صحيح البخاري. يا رب. كون الحكم دكتور. تفضل. الله يعينك يا قائد. لحظة شوي عشان قادر اشوف يا قائد. اقرأوا يا اخوان. ايش؟ ما استخلف خليفة. هاي ايش؟ استخلفة. وين الواو؟ وين الخاء عليها واو؟ وين عليها ضمه؟ الدلل كبر لك اياها. وين الواو عليها ضمه؟ وين؟ لحظة. الخاء عليها سكون. عليها سكون. لا تضحكون على العالم. عيب. طيب يا زلمه خلاص اسكت. مش وقتك. طيب مش وقتك. طيب شيخ محمود طلع الواو. الله يحفظك. ما انا كيف اطلع الواو؟ اكثر من هيك اقربها. وين؟ لا قرب. الخاء عليها سكون. ثواني. الخاء عليها سكون. اتحداك ان كان عليها ضمه. طيب. اتحداك. عليها ضمه. طيب شيخ اتحداك يا كذاب. اتحداك. لا بطلعها انت يا علي. يلا استاذ محمد. دكتور محمد حبيبي دكتور محمد. أنا قاسم أن ما أدخل أي والله العظيم أنا قاسم قسم ما أدخل أي حساب، لأن هؤلاء كذبة ناس. أنا راح أراويك إياها. كبر لي الجيش. أنا هذا يا مش ترد يا قائد. بالله عليك ما ترد يا قائد. لا هرد. وقتي الآن. طلعت من الحديث. لا ما تردش على أي ساعة منه. طيب. هو راجل كبير برضه. معلش. لا مش راجل. زي أبوك. طيب لا فشل. اسمعني. أنا طلعت له إياه. تفضل. كبر الشاشة مالتي. خل أفضح هذا الكذاب. كبر الشاشة مالتي. كبر الشاشة مالتي. لا تكون انحيازي دكتور محمد. عيب. هذا لا مش انحياز يا عقيل. ما كبر يا قائد. يا عقيل وقته. يا عقيل. طب ينفع عقيل وقته. عقيل يا ولادي يا الشيعة كلكم شايفين اهو. يعني الله اكبر. هذا يعني هذا 3 مرات يتجاوز على وقت الشيخ محمود. طيب خليني اكمل. الاخ عقيل 3 مرات يتجاوز على وقت الشيخ محمود. بالاضافه شوفوا يا اخوان شو قال الحديث. ايش قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف. بدي امشي معاه كلمه استخلف. وين في الحديث ما بعث الله من نبي؟ انا راح انزل بيوتيوب واطلع من البخاري واراوي للناس واراوي هذا الكذاب المفتري. فيما لا وين ما بعث الله من نبي؟ وين ما بعث الله من نبي؟
شفت يا دكتور محمد انهم هؤلاء كذابين ينصرون دينهم مش بالكذب. انت مشيت يا استاذ عقيل ولا ايه؟ بالكذب. هو مشي ولا ايه؟ لا 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 يا ما حوار هذا. التجاوز دليل من الطرفين، التجاوز دليل على الهروب اولا، والاحترام لازم يكون موجود.